لو عايز عربية زي دي أعلى كماليات من اللي موجودة في مصر وأرخص من اللي موجودة في مصر بحوالي 3 مليون جنيه، أو لو عايز عربية أوروبي زي دي تكون أعلى كماليات من اللي موجودة في مصر وأرخص حوالي برضه ب 2 مليون جنيه، أو لو عايز عربية صيني كمالياتها وإمكانياتها أعلى من مصر وكمان أرخص من اللي موجودة في مصر، أو لو عايز بقى عربية كوري على قد الإيد وبرضه كمالياتها وإمكانياتها أعلى من اللي موجودة في مصر وكمان أرخص حبتين تلاتة من اللي موجودة في مصر. يعني من الآخر لو عايز عربية من أمريكا من أوروبا من كوريا من الصين كماليات أعلى وسعر أرخص من اللي موجودة في مصر، الكلام ده جديد أو مستعمل، فده معناه إن أنت الفيديو ده بالنسبة لك هيكون مهم جدا جدا جدا. اعمل لنا الفولو الجميل واللايك الحلو، وهات بقى كوبايه الشاي الجميله وصلي على رسول الله، وتعالى اقول لك التفاصيل اللي هتودينا في حته ثانيه خالص. يلا تعالوا نتكلم عن اول حاجه الاستيراد الشخصي. عشان تستورد عربيه استيراد شخصي في شويه نقط تعال نركز عليهم. اول حاجه العربيه اللي انت هتستوردها لازم تكون زيرو موديل السنه، سواء كانت جايه من اوروبا او من اي حته تانية. بس من اوروبا هتدفع ضرائب بس، انما من اي دوله تانية للاستيراد الشخصي هتدفع جمرك وهتدفع ضرائب. تاني نقطة وهو انك لازم يكون عندك حساب بنكي تكون الفلوس اللي موجودة جواه تغطي تمن العربية اللي انت هتستوردها مرة ونص، يعني تمن العربية ونص تمنها كمان يكونوا في حسابك البنكي. سواء كان الفلوس اللي في الحساب دي سواء كان حساب مصري او عملة مش فارق. كان زمان لازم عملة، انا بقول لك لا، دلوقتي البنوك بتوفر عادي. كل اللي عليك ان انت تجيب فاتورة من بلد المنشأ توديها للبنك، والبنك هيظبط لك فلوسك المصري دي يحولها لك لعملة ويحول على بلد المنشأ، فبكده تكون اشتريت العربية. ثالث نقطة وهي انك لازم تطلع ACI سيارات، يعني تطلع تسجيل مسبق للشحن يكون اصلا التسجيل ده سيارات مش ديل تريلا او امتعة شخصية او الكلام ده، وبعدين لما العربية تيجي تبقى تعدله، لا، لازم يكون سيارات. وخلي بالك من النقطة دي عشان النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، وانا اقدر اساعدك فيها لو حبيت. رقم 4 وهو انك لازم تعمل توكيل تخليص جمركي لمخلص جمركي يكون اصلا شغال سيارات مش شغال حاجة تانية، علشان هو ده اللي هيعرف يطلع لك الاي سي اي، وبرده هو ده اللي هيعرف يخرج لك العربية من المينا. ولو عايزني اساعدك في النقطة دي انا ما عنديش مشكلة. خامس حاجة وهو انك لازم تتأكد ان اصل البوالص بتاعة العربية بعد ما تتشحن تكون مطابقة لاسمك اللي موجود في البطاقة او في الباسبور، وكمان الموديل بتاع العربية برقم شاسيها يكون مطابق مظبوط. فانت لازم تراجع الكلام ده كله قبل ما المركب توصل المينا، عشان لو الورق بتاع العربية طلع فيه اي مشكلة والعربية وصلت المينا عشان تغيره الموضوع ده هيكلفك كتير جدا فلوس وكمان هيكلفك وقت. تاني حاجة معانا بقى في الاستيراد هو الاستيراد على مبادرة المغتربين. رقم واحد لازم تبقى عارف ان المبادرة اصلا قفلت، فمحدش هيقدر يستورد على مبادرة المغتربين غير المغترب اللي اصلا كان مسجل على المبادرة قبل كده. تاني نقطة هي نقطة مهمة جدا، لو انت كمغترب عايز تستورد على مبادرة المغتربين اهم حاجة يكون معك اقامة سارية، وكمان الفلوس بتاعة المبادرة اللي انت هتحولها لازم تكون جاية من حسابك اللي موجود في البلد اللي انت معاك اقامة منه. يعني انت مغترب مثلا في السعودية، يبقى لازم الفلوس بتاعة المبادرة تتحول من حسابك انت اللي موجود في السعودية للمبادرة او للحساب بتاع البنك اللي موجود في المبادرة بتاعتك. تالت حاجة بقى وهي نقطة مهمة جدا برضو، لازم تكون عامل توكيل تخليص جمركي لمستخلص برضو يكون شغال في السيارات مش شغال في أي حاجة تانية، وبرضو أنا أقدر أساعدك في النقطة دي. رابع نقطة وهي نقطة مهمة جدا وهو إنك بالمبادرة تقدر تستورد أي عربية من أي حتة في العالم من غير أي مصاريف إضافية، وأقدر كمان أساعدك في النقطة دي. اخر حاجه بقى وهو ان انا اقدر اساعدك في ان انت تستورد اي عربيه من اللي احنا اتكلمنا عنهم دول من اي حته في العالم باذن الله في مده من 30 ل 60 يوم. ولو عايز تعرف اسعار العربيات اللي انت عاوز تستوردها، يعني انت عايز تعرف سعر عربيه استيراد معينه، اكتبها لي في الكومنتات وانا هقول لك سعرها تقريبا كام لغايه تحت البيت. مش هتعمل اي حاجه ومش هتتعب في اي حاجه. واخر حاجه اوعى بقى تجيب عربيه جديده او حتى مستعمله ودافع فيها دم قلبك وما تعمل لهاش حمايه عندنا في جلوسي شيل. قبل بقى ما تسيب الفيديو ده وتروح في اي حته، هستنى منك تعمل لايك وشير وصلي على رسول الله.
اشوفكم يا رب دايما على خير. شريف ياسر، سلام عليكم.